السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة وسريعة واقتصادية، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا مكونات، وفي نفس الوقت هتتعشي عشوة حلوة جدا ولذيذة وخفيفة وكمان اقتصادية وطعم مختلف. معانا النهاردة فطيرة البطاطس ومكوناتها سهلة جدا. معايا 4 حبات من البطاطس هبشرهم بالمبشرة، ومعايا حبتين من البيض، ومعايا كمان 3 معالق من الدقيق، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة من الكمون، والجبنة اللي تفضلوها. هبشر البطاطس وهصفيها كويس من المية اللي فيها لانها هتنزل معاكي مية كتير. وبعدين معايا بيضتين هخفقهم، وكمان معايا 3 معالق من الدقيق المنخول، عليهم زي ما قلنا معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة من الملح. هضيف كل المكونات دي مع بعض على البطاطس وهبتدي في التقليب. انا ضفت الدقيق مع التوابل الاول وبعدين ضفت البيض، ممكن تضيفي كله مع بعض ومفيش اي مشكلة. هتقلبي بقى الخليط ده كويس جدا. لما هيمتزج كله مع بعضه هيديكي كده زي عجين تقدري تعملي بيها الفطيرة. زي ما احنا شايفين بقى المكونات كده كلها تقريبا امتزجت مع بعضها كويس. هنبتدي بقى نحطها على النار في طاسة سخنة فيها 2 ل 3 معالق من الزيت النباتي، لو تحبي ان انت تضيفي زبدة تمام. وهننزل ببصل متقطع جوليان رفيع، انا عايزاه يدبل بس مش عايزاه يبقى احمره ولا اي حاجة. وقطعت معاه فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل حامي لو تحبي. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه بس ريحته تطلع وياخد يعني يدبل شوية كده، تتبيلة كده خفيفة. وممكن تتبليه بشوية من الملح بساط خالص، ولو توابل لو تحبي. انا ما ضفتش عليه غير ملح خفيف خالص. هنزل بقى بنص خليط البطاطس اللي معايا، وهحاول ان انا يعني اظبطه كده. لو في سباتولا هتظبطه لك كويس جدا بحيث ان هو يعمل معاكي طبقة علشان نبتدي نحط الحشوة جوه، وفي النهاية شكلها يطلع زي الفطيرة بالظبط. هظبط بقى كده الخليط كله واسويه كده علشان يكون معدي معايا طبقة حلوة قوي، وفي نفس الوقت ابتدي ارص عليه الحشوة بتاعتي. والحشوة بتاعتي بقى اللي هي عبارة عن الجبنة والبصل والفلفل. انا استخدمت جبنة موتزاريلا، ممكن تستخدمي شيدر، ممكن تستخدمي بارميزان، ممكن تستخدمي ميكس براحتك، ممكن تستغني عنها خالص لو مش عايزة. يعني ده الحشوة بذوقك ترجع لك، مفيش اي مشكلة فيها، لكن الجبنة بتديها طعم غني وطعم حلو. ضفنا بقى الجبنة والخضار، هنوزعهم بشكل متساوي علشان برضو الفطيرة يبقى شكلها في الاخر متناسق معانا، ونقدر ان احنا نقفلها بقى الوش التاني بباقي الخليط اللي معانا بكل سهولة، ما يكونش فيه اي حاجة بارزة ولا اي حاجة. حطيت طبقة تانية من الجبنة وهبتدي بقى احط باقي الخليط اللي معايا ووزعه كده على الخليط. وهو حلو يعني بيتوزع معاكي بسهولة جدا، لانه طبعا في بيض وفي سايل، فهو طري وبيتوزع بمنتهى السهولة، مش هيتعبك خالص. بس سوينا بقى الوش كده مظبوط. هنخلص بقى التسوية حلوة قوي كده، هنسويه كويس وبعدين هنغطي عليها وهنهدي عليها النار ونسيبها بقى ايه تظبط كده. لما يعني تحمر الوش تحت هتقلبي الناحية التانية على الوش التاني كمان يتحمر كده، ياخد لون ذهبي كده احمر حلو. وتمام كده الفطيرة جاهزة معانا. نقدر بقى نقطعها زي البيتزا بكل سهولة، هي معاكي كأنها فطيرة يعني عجين معاكي، بتقطع بمنتهى السهولة. الحشوة متماسكة مش بتخرج منها ولا اي حاجة، وبجد الطعم خطير. وجبة كده لذيذة وخفيفة وسريعة وحاجة مختلفة، هتفتح نفسك على الأكل. جربيها وقوليلي رأيك فيها، أشوفكم في فيديو جاي على خير في قناتكم أكلة ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير واشتراك للقناة.